بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين. إن دعاء ساعة نزول المطر مستجاب، فما أحوج أهلنا في سوريا اليوم للدعاء، فلا نملك لهم إلا الدعاء. فكنا نتمنى أن نكون معهم وبينهم، نحمل السلاح للدفاع عن الأطفال وعن النساء وعن الشيوخ، وندافع عن أرض الإسلام في سوريا في بلاد الشام، ونكون بين المجاهدين لمحاربة الطاغية المجرم ابن المجرم، الطاغية ابن الطاغية، الكلب ابن الكلب، والجحش ابن الجحش، عدو الله ورسوله والمؤمنين، الأسد بشار الأسد وأخوه وعائلته، هؤلاء القتلة الذين الآن يتلذذون بقتل أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا وأبناء شعبنا الحر الأبي في سوريا. فعلينا أن ندعو عليه وعلى آله وعلى جبانيته لعل الله يستجيب لنا. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم شرخ ملكه، اللهم شرخ كرسيه، اللهم انصر المجاهدين عليه، اللهم عليك به وعلى من والاه وعلى من سانده، اللهم عليك بحلفائه الصفويين، اللهم انتقم منهم، اللهم دمرهم، اللهم اهلكهم، اللهم انزل ملائكتك يا رب العالمين تقاتل مع اهلنا في حمص، في باب عمرو، وفي الخالدية، وفي كل مكان في سوريا، في درعا، في إدلب، في كل مكان من الشمال إلى الجنوب. اللهم انصر الجيش الحر، اللهم انصر المجاهدين، اللهم دمر الأسد وحزبه، اللهم دمر الأسد وحزبه، اللهم دمر الأسد ومن والاه، اللهم دمر الأسد ومن وقف معه، اللهم دمر الأسد ومن سانده، اللهم يا رب انزل ملائكة بدر تقاتل مع المسلمين في حمص، في باب عمرو، في درعا، في حوران، في إدلب، في الحدكة، في باب، في دير الزور، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اطش بهم بطشتك الكبرى، اللهم ارنا بهم يوما كما اريتنا يا رب العالمين، بشريف العابدين ولا مبارك اللعين، وزود الله وجهه السافل الطاغية علي عبد الله صالح، وارنا يا رب العالمين يوما تذل به عدو الله بشار الأسد أكثر مما زلت به القذافي يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم يوما تسجد الصدور، اللهم عليك بحزب الله، اللهم عليك بإيران عدوة المسلمين الموحدين التي تعادي صحابة رسول الله وتعادي أتباعهم. دمر حلفهم يا رب العالمين وأهلكهم يا الله على أيدي المجاهدين في سوريا. انصرنا يا الله عليهم، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نصرك الذي وعدت، إن النساء تستغيث بك يا الله، فأنت المغيث، أغثنا أغثنا يا الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.